ده غدانا النهاردة، اكل سهل وسريع وعلى طول هتعمليه ومفيش اتنين يختلفوا عليه. هعرفكم هنا البانيه بالتتبيلة بتاعته الجبارة اللي انا بعمله بيها، يبقى مقرمش من بره والطبقة الكفر بتاعه ده لازق فيه كده زي ما انتوا شايفين وطري من جوه وحاجة كده اخر جمال. نبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بنزلها. بحبكم في الله. هنا كده البطاطس قطعناها حلقات متساوية زي ما انتوا شايفين، والبصل قطعته حلقات برضو كده. طعم صينية البطاطس دي طعمها جبار. جربيها بالطريقة بتاعتي بنفس التوابل اللي انا بحطها عليها وقولي رأيك في التعليقات. حاجة كده اخر جمال. صوتي تعبان شوية معلش استحملوني بقى، عندي برد فالحمد لله على كل شيء. هنا حطيت بقى ملح وفلفل اسمر وكمون ومكعب ماجي اختياري طبعا. لو انا ما يعني كان عندي شويه شوربه صغيرين بصراحه هم اللي انا عملت بيهم الملوخيه، فهنا حطيت ميه فلازم احط مكعب ماجي وشويه شطه وخلاص. على كده بقى ننزل بالطماطم وقرن فلفل كده يديها طعم. الاول لازم نقلب المكونات دي كلها بالتوابل ونسيبها حوالي 10 دقايق. البطاطس كده تبقى طعمها حلو كده وتشرب من التوابل هتبقى جميله قوي معاكي. حطيت هنا معلقتين سمنه. السمنه في البطاطس بتبقى طعمها احلى من الزيت. تمام كده، وحطينا هنا الطماطم عليها وندخلها الفرن بقى. انا بغطيها بغطا عادي يعني مش ما بحطش ورق فويل ولا اي حاجه، غطا عادي وحطيها في الفرن شويه بعد كده اشيل الغطا وولع الشوايه عليها. هنا بقى حمرنا الشعريه كده عشان نعمل الرز المفلفل الجميل بتاعنا، ونزلت بالرز اشوح فيه شويه عشان الرز يطلع مفلفل معاكي. تشوحي فيه شويه، يعني مش شرط المية بقى سخنة ولا ساقعة ولا الشوربة سخنة ولا ساقعة، لا مش فارق خالص. اهم حاجة تشوحي الرز كويس في الشعرية كده او على النار لو حتى رز ابيض. وبعد كده انا بنزل بمية عادي جدا من الحنفية، مش لازم مية سخنة ولا اي حاجة. وهيطلع زي ما هتشوفيه كده في نهاية الفيديو، رز مفلفل جميل اخر طعامة. حطيت هنا بقى الملح كده ونغطي عليه. نيجي بقى للتتبيله الجباره اللي انا بعملها للبانيه. التتبيله دي تحفه 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 جميله، منين ما حد ياكل عندي البانيه يقول لي طريقته عاملاها ازاي. هنا كده بشرت بصلايه وحطيت عليها خل وليمون وملح وفلفل وكمون بس كده. نبدا بقى ننزل البانيه بعد ما غسلناه كويس طبعا ونقعناه في ميه وملح وليمون. نبدا بقى ننزله في التتبيله بتاعتنا كده ونسيبه بقى ايه حوالي نص ساعه. اقل حاجه يعني نص ساعه ساعه، لو انت مستعجله يعني نص ساعه. سيبي بقى كده شويه كده بقى متبل. ولا بقى هقولك بقى حطي البيض لوحده في طبق والبقسماط لوحده في طبق والكلام ده كله. لا هنا البيضه بصي بنزل ببيضه واحده مش اكتر بس واظبط كده البانيه كله ببعضه كده بالبيضه. كنت الاول احط بقى بيضتين كده في طبق ولا حاجه وافضل احط البانيه وارجع اشيل منه واحط في التتبيله. لا هو زي ما انا كده وطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى الفيجيتار بتاعي عباره عن بقسماط ناعم جايباه من عند العطار، بقسماط ناعم عادي جدا السايب دوت. وحط عليه شويه دقيق ومعلقتين نشا، يعني دقيق ونشا وتبطنيه بقى كويس زي ما انا بعمل كده. وتحمريه هنا كده في الطاسة. تسيبي يعني فراغ ما تلزقهوش في بعضه، تسيبي فراغ. وهنا بقى شوية الشوربة اللي قلت لكم عليهم حطيت فيهم الملوخية الملوخية بتاعتي ما يختلفش عليها اتنين. ملوخية جميلة جميلة.
طريقتي فيها ان انا بصي يعني احط كده يا دوبك المرقه تغلي، الشوربه، وبعد كده احط الملوخيه زي ما انتوا شايفين كده يا دوبك، بس غلوه واحده زي ما انتوا شايفين، يا دوبك غلت كده اقوم شايلاها واطشها بالثوم بتاعها. اجمل ملوخيه ممكن تاكليها بالطريقه دي، ما تسيبهاش بقى تغلي كتير وترقد منك وبتاع، لا، ملوخيه جميله جميله. متنسونيش يا جماعه بلايك واشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان داخل بقى على الابواب، وصفات حلوه كتير انتظروها مني ان شاء الله تكون حلوه. بحبكم في الله. بص صينيه البطاطس لما طلعتها من الفرن ما تزوديش الميه بتاعتها عشان ايه ما تبقاش صيصه منك كده. وادي اكلنا الجميل، الرز مفلفل وحلو وكل حاجه هيك بسم الله ما شاء الله. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، ويملى بيوتنا يا رب كلها بالخير.